بيبدأ الفيلم بأحمد مدرس الكيمياء وهو بيتكلم مع طالب وبيحاول يربيه عشان بيدخن وبيعمل تصرفات مش كويسة، لكن فجأة بنلاقي أحمد رايح الشهر العقاري وبيقول للموظف يرجع له عقد معين. الموظف بيأكد إن العقد سليم، لكن أحمد بيسأله سؤال غريب: قول لي اسم الطرف التاني. الموظف بيرد بيقول له اسمه تيمور. وأول ما أحمد بيمشي فجأة ناس بتجري وراه، ومن هنا الدنيا بتتقلب لمطاردة. أحمد بيجري بين العربيات وبيعمل حركات مستحيلة لحد ما بيدخل سوق وبيحاول يستخبى، لكن وهو خارج عربية بتخبطه فجأة وبيطير في الهواء ويقع على الأرض. فجأة بننقل لشخص تاني خالص، أحمد ابن أخته اللي عايش في السعودية وبيتكلم مع واحد على شغل عمله في البيت. بيستنى صاحب البيت أبو فيصل يشوف الشغل، وبعد ما يشوفه بيديله 100,000 بس وبيقول له إن ده حقه. فأحمد بيرجع مصر، وأول ما يوصل بيتكلم مع حبيبته ضحى اللي بتقول له تيجي تتقدم لي النهارده، فبيوافق فورا، بس بيقول لها لما خالي يظهر. لكن ضحى بتقول له انها سألت عليه في المدرسه وما جاش بقاله فتره. له ما هو اكيد مش هنسيب بعض عشان حاجه مش متاكدين منها. بيقول لها انا متاكد. بتقول له اهدى بكره هنشوف هنعمل ايه. بتقول لهم تصبحوا على خير وبتمشي. بيقول خاله احمد مدرس الكيمياء يطلع الساموراي: بص يا خالو انا هفضل جنبك لحد ما نطلع من المصيبه دي، بس بعد ما المشكله دي تخلص ولا اعرفك ولا تعرفني. يكون زعلان من اللي بيحصل معاه، واحمد ابن اخته بيكون برضه زعلان. فبيطلع من الاوضه بيلاقي خاله حاطط له الاكل قدام الباب. بيصحوا الصبح بيقول له بتعمل ايه؟ بيقول له رايح افتح الباب. بيقول له استنى. بيبص حواليه وبيقول له في حاجه؟ بيقول له لا بس بامن. بيقول له قول مين على الباب. بيقول مين؟ بتقول له انا ضحى. فبيقول له قول لها ضحى مين؟ بيقول له يا نهار اسود انت لحقت تنسى ضحى خط. بيقول له بتقول له خالك يا اخي احمد انت تتجوز علا وتاخد اول بخاره وترجع على اليمن اللي كنت شغال فيها. يقول له علا مين ويمن ايه؟ فبيخبط الكتاب وبيتفتح باب اوضه بتكون مليانه اسلحه. ضحى بتقول له ايه ده؟ والنبي يا خالو حاول تفتكر الاوضه دي، مش مفكرك بحاجه. بيقول لها ورحمه امك اول مره اشوف الاوضه دي. ابن اخته بيقول له يا نهار ازرق انا كنت فين من ده كله؟ انا كنت عايش هنا. بيلاقوا باسبورات كتير. احمد ابن اخته بيقول له دي صورتك؟ بيقول له صورتي صحيح. بيقول له طبعا الاسم متغير، يعني حضرتك مزور يا خالو. بيقرا الاسم بيكون مكتوب ادريانو فوتاتشيني. احمد بيقول لهم ادريانو ده دخل هولندا وخرج في نفس اليوم، وتاني يوم دخل السعوديه وخرج برضه في نفس اليوم. فضحى بتدور وبتلاقي مفتاح عربيه عليها عنوان جراج. بتقول لهم احنا لازم نروح هناك دلوقتي. بيروحوا هناك وبيدوروا على العربيه بيلاقوها وياخدوها. بيطلعوا بتاع الامن بيقول له ازيك يا معلم سعاده. احمد ضحى بتقول له ما تعرفش حد اسمه سعاده؟ بيقول لا وفي حد اسمه سعاده اصلا. بيلاقوا موبايل في العربيه. احمد بيقول لهم العربيه دي اكيد فيها حاجه. بيفتحوا العربيه وبيتصدموا لما بيلاقوا كف واحد. بياخدوا العربية وبيوصلوا للوكيشن اللي في الشات اللي في الموبايل. بيوصلهم لعمارة. بيوصل للعمارة والراجل ده بيقول له نورت الدنيا يا شريف بيه. احمد ابن اخته بيقول له كلم يا شريف. الراجل بيقول له ابن سويف خدتك مننا جامد يا بيه. احمد بيبقى مش فاكر حاجة. بيركبوا الاسانسير. بيقول له طلعني على الشقة بتاعتي انا مش هطلع بنفسي. وبيلسعوا قلم وبيطلعوا وبيلسعوا قلم تاني. بيقول له افتح الباب. انا هفتح بنفسي. بيقول له معيش مفتاح يا بيه. بيقول له انا نسيت المفتاح. وبيلسعوا قلم تاني. بيقول له نكسره. بيكسروا الباب وبيخشوا ويدوروا على اللوحة في الشقة. واحمد بيكون مش فاكر اي حاجة خالص. بيلاقي تمثاله ويبان انه ده مكان خزنة. بيحط صباعه فبتكتشف انه الصباع التاني ده الكف اللي كانت في العربية. بيجيبوها والخزنة بتفتح. بيلاقوا جواها فلوس سمك اللي قال لنا اديته عربون. بيقول له صح يبقى الراجل مش كذاب. بيلاقوا فلاشة وفيها فيديو لفرحه وهو بيتجوز. فضحى بتقول لهم نكلم الرقم اللي لقيناه على التليفون اللي في العربية. بيتصلوا بيه وبيظهر ان واحد وبنعرف ان اسمه تيمور. بيقول له يا معلم سعادة. بيقول له اجيلك وتعاتبني وتلومني انا دراعك اليمين يا معلم. فبيقول له تعالى على اللوكيشن اللي ابعتهولك. بيقول له تمام يا شبح. ضحى بتقول لهم قوموا غيروا هدومكم وهاتوا حاجة حلوة وتعالوا اخطبوني. احمد بيقول لها الف مبروك يا عروسة. بنروح لتيمور اللي احمد كان بيكلمه وهو بيقول لرجالته هبعت لكم لوكيشن روحوا خلصوا على المعلم سعاده. بنروح لاحمد واحمد اللي بيكونوا رايحين يخطبوا ضحى لاحمد ابن اخته. فيلاقوا بيت عم ضحى. واحمد بيقول له ان عيلتهم كلها راجل وابنه والامور هتمشي طيبه. بيقول له ابنه بيشتغل ايه؟ بيقول له مستشار. فبيتفاجئ وبيدخل لعم ضحى بيقول لهم شرفتونا مش هنتكلم غير لما ابن المستشار يجي. وبيوصل للمستشار فبيكلم احمد ويقول له كان نفسي اتعرف عليك من زمان ويبان انه مش طايقه خالص. بيقول لاحمد بيشتغل ايه؟ بيقول له مهندس ديكور. وبتوصل ضحى وبيتكلموا واحمد بيقول لهم هخش الحمام. وبتوصل رجاله وبنعرف انهم جايين لاحمد. فبيخش عليهم وينزل ضربه فيهم ويجي ناس تانيين بس على مين؟ ده احمد ابن المجانين. بينزل تخبيط فيهم ويرمي واحد من على البيت وبينزل على العربيه وبيعمل صوت واحمد نزل تخبيط فيهم. احمد بيخلص عليهم ويجي يقعد معاهم ويقول لهم وصلتوا لايه؟ بيقول له احنا اتفقنا خلاص. بيقرا الفاتحه. بيمشوا وبيقعدوا في الكافيه. بس فجأة بيجي جماعة ياخدوا العربية ويجروا. فبيجروا وراهم فبيقابلوا ست بيوقفوها وبينزلوا الراجل اللي راكب جنبها وبيركبوا معاها وبيجروا.
وبيجروا بالعربيه وراهم وبتحصل جري عليهم وبتاخدهم. بنروح بعد كده المكان ده اللي بيكون فيه راجل والناس مشغلين مزيكا، وبيظهر احمد واحمد وضحى وهم قاعدين، والراجل بيقول لهم مش عايزكم تقلقوا خالص، انا جايبكم اخد رايكم في حاجه. بيقول لهم جاتني من الرئيس ليا ان الحاجات بتاعتي تتسلم بعد يومين، وجاي عشان يعين المكان عشان يامنه. بعد كده بعرف انه ما كانش جاي يعين المكان، ده كان جاي يعني. في اليوم ده قامت حريقه في المكان، ودخل الضابط شريف عشان ينقذ القطعه من الحريقه، بس اكتشفت انه ولا رئيس مباحث ولا ضابط ولا شريف اصلا. احمد ابن اخته بيقول له انا رايي تسامحه، مش يمكن مدرس كيمياء غلبان بيجري على ابن اخته. بيقول لهم صوت المزيكا لو يعلى عن 140 بيقلب طرش. وبيقول لاحمد لو هتستهبل هخلي اخر صوت تسمعه هو صوت مزيكا، ويديهم مهله 3 ايام، وبيقول لهم احميكم من الرؤوف والا اخلص عليكم انتوا الثلاثه. بيروحوا. احمد بيقول لخاله هنعمل ايه في المصيبه دي؟ واحد ادالنا مهله اسبوع، واحد ادالنا 3 ايام. ضحى بتقول لهم لازم نروح لدكتور، في دكتور اعرفه بيعالج بالتنويم المغناطيسي. فبيروح للدكتور وبيظهر احمد وهو نايم. الدكتور بيقول لهم يعتبر انا اللي دخلت التنويم المغناطيسي لدوله سلوفينيا، دخلته هو والعيش البلدي. احمد بيقول له احنا هنسيبه كده كتير؟ بيقول له سيبه، احنا مش ناقصين فرهده، وبعدين هو لسه في المرحله الاولى، لسه ما وصلش للمرحله الرابعه. احمد بيقول له المرحله دي هتيجي امتى؟ الدكتور بيقول له على حسب استجابه المخ. فبعد كده احمد بيبدا يتكلم ويقول كلام غريب محدش فاهمه. فالدكتور بيساله على الحاجات وبيبدا يتكلم ويقول له ان ام احمد ما كانتش ست كويسه. وبعدين احمد بيبدا يتكلم ويجيب سيره كباريه. ضحى بتقول للدكتور اساله اسم الكباريه. الدكتور بيقول لها انت اسئلتك جميله قوي، انت محضرها قبل ما تيجي. احمد بيقول له هبعت لك رقمها بعد ما نخلص. بيقول له اهدى احنا بنسال ربنا يبارك لك فيها. بيقول لاحمد والنبي اسم الكباريه ايه؟ بيقول له الموران روج بتاع زوز. فبيروحوا هناك، فبنشوف هناك تيمور وهو بيتكلم مع واحد من رجالته، بيقول له فور رجالتنا كلهم اللي راحوا له. فبيقول له فتحوا عينيكم كويس عشان ما يفورناش احنا كمان. هناك بنشوف الدكتور بتاع التنويم وهو سكران، وبيقول له الاغاني خلصت ابعتوا اشتروا اغاني على حسابي. وبيشوفوا زوزو هناك، وبنعرف بعدها انها سكرانه. بيحاولوا يفوقوه لحد ما احمد بيعرف منها ان الحوت هو صاحبه ناجي. بنشوف بعد كده تيمور عدل ناجي يا تيمور، بيقول له اقسم بالله ما اقدر، انا لحم في خدي من خيرك، ارحمني يا معلم. بيقول له قول اللي عندك. تيمور بيقول له هترحمني؟ بيقول له على حسب الكلام، لو عجبني هرحمك. فبيبدا يتكلم بيقول له بعد ما سرقتوا اللوحه خبتوها في خزنه محدش يعرفها غيركم، بعدين قلتوا تستخبى لحد ما الدنيا تهدى، فناجي بيجي له مشتري تاني بسعر اعلى. بعد كده بنبدا نشوف ناجي وهو كان بيتفق على اللوحه ب 10 مليون دولار. بيظهر احمد وهو كان بيتكلم مع ناجي بيقول له كله الا الغدر يا ناجي، بيقول غير للرؤوف. بعد كده بنشوف تيمور وهو بيتفق مع ناجي عشان يبيع احمد اللي هو المعلم سعاده. بنشوف هو بيرن على ناجي وبيعرفوا ان المعلم سعاده هيبيع لرؤوف وبيطفش الخزنه. فبيروح له بيقول له هات صباعك يا حماده. فبيمد صباعه والخزنه بتفتح، فلسه بيمد ايده وهوب احمد بيطيرها له. رجالته بتيجي جري عليه، الواد بيمسك فيه، فبيجي صاحبه فبطنه بيديه، لكن على مين؟ بينزل فيهم تخبيط شمال ويمين، وبيقولش كدب الهنديين. بيمسك صاحبه وبيصد بيه، بيضرب فيهم لحد ما يرميهم، ويمسك الواد ويكسر بيه الترابيزه. بعد كده بنشوف ناجي هو معاه مسدس ودورك تدخلنا الحفله، وبيظهر معانا احمد وهو دخل الحفله، واحمد التاني ابن اخته بيخش وراه بيقول لهم ضحى هتكون واحده من البنات اللي بتشتغل في الحفله، وده هيسهل علينا حاجات كتير. اول ما اللوحه تتعلق والمكان يجهز كل واحد فينا هيبقى في مكانه، وانت ناجي هتكون جنب بيدرو مش عايزه يحس باي حاجه. خاله بقى هيكون ما بين المشتري اكنه واحد منهم. بنسمع الراجل بتاع المزاد وبيعلن عن 75 مليون دولار، ويبدا بعد كده النور يقطع، وناجي بيقول لهم السينيسور اللي هيضرب هنعمل فيه ايه؟ احمد بيقول له عرفت ليه عايز اخش قبلها بيوم؟ هعيد برمجة دايرة الكهرباء وهخليها على خط واحد، اول ما الكهرباء تفصل الجنريتور بياخد 10 ثواني على ما يشغل الكهرباء، وقتها خالها هيكون اقرب واحد للوحة هيسحبها ويختفي من المكان. ولكن يا صديقي النور بيقطع وبيشتغل تاني، بس بنتفاجئ باحمد وبيكون معاه اللوحة والناس شافته، والراجل بيقول لهم هاتوه. احمد بياخد اللوحة ويجري، لكن بيمسكوا 2 على مين؟ دليلتكو سودا. بيخبط واحد شماله وواحد يمينه وشغال فيهم تفخيم. واحد بيجي يمسكه بيديله باللوحة في وشه، والتاني جاي عليه فبيديه ويطير اللوحة فوقيه وبيخلص على اللي جنبيه، والناس مصدومة من اللي بيعمله، ويمسك اللوحة وياخدها ويجري. وفجأة الناس بتجري شمال ويمين، لكن هو نزل تخبيط فيهم، اللي بيجي جنبيه وبيوريه وبينزل تفتيش فيهم تخبيط شمال ويمين، بيقلبوا مع السلم. بعد كده بيظهر ناس وبيكون لابسين أقنعة ويفتشوهم لحد ما احمد ياخد العربيه ويخلع، وبنعرف وبياخد الفلوس. واليوم اللي احمد هيتجوز فيه ضحى، احمد بيقول لابن اخته انا مش عارف اللي حصل ده حصل ليه وازاي، هل انا عملت المشاكل دي فعلا؟ هل انا ما عملتش؟ اهم حاجه عملناها شخصيتي اتغيرت وشخصيتك اتغيرت. انا اسف لو مش انا الخال اللي انت تتمناه. فابن اخته بيقول له قشطه، اوعى تكون فاكر انك هتسمع الكلمتين اللي عايزني اسمعهم لك، اللي هو الفتره اللي فاتت علمتني اللي ما علمتهونيش طول عمرك. وفعلا انا كنت
بتتمنى خال احسن منك وبيكون بيهزر وبيحضنوا بعض، وفجأة وهم في الفرح بيظهر رجالة تاني بيكلموه، وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.